ان الرز ب 2000 جنيه وهيتورد ب 2000 جنيه. نروح التاجر النهارده المضرب ما بياخدوش بال 2000 جنيه لانه بياخدوا ب 1700 جنيه، وفيه وسيط بين الرز بين التاجر وبين الفلاح. الوسيط ده هو المستنفع، هو المستفيد في موضوع ال 2000 جنيه ده. وما بيوصلش للفلاح للمضرب بال 1000. يعني الفلاح ما يجي يبيعوا الرز ما بيبيعوش بال 2000 جنيه، بيبيعوا ب 1600 ب 1700، وما زال الرز متكدس عند الفلاحين. والتاجر هو اللي بدا ياخد الرز ويعمل حكر فيه، يعني بدا يحتكر الرز. الرئيس قال هيوردوا ب 2000. ما هو قال الكلام ده كلام فرقعه اعلاميه اتعملت على اساس ان ياخد شو اعلامي، لكن النهارده عشان اروح ابيعه ب 2000 جنيه ما بيتباعش ب 2000 جنيه. قرار غير مدروس. قرار غير مدروس، قرار طالع كده وخلاص. وهو قاعد واحد قاعد على المصطبه قالوا الرز ب 2000 جنيه، قالوا القطن ب 1200 جنيه. لا القطن عارفين يبيعوا ولا الرز عارفين يبيعوا. حضرتك اسمك ايه؟ محمد عيد، رئيس اتحاد نقابه صغار الفلاحين بوديع واحد. بوديع واحد. بوديع القريه واحد. دي اسمها ايه؟ دي وديع واحد. وديع واحد. وديع دي واحد. تبع ايه؟ تبع مركز ديكرنس. قرية نقابة وديع واحد تبع مركز ديكرنس. فاحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في تكدس المحاصيل الزراعية بالنسبة للرز، بالنسبة برضو ان احنا مش عارفين مش ما فيش سلالة جيدة للقمح عشان نزرعها. القمح النهارده عشان تجيب قمح كويس مش عارفين نبيعه، مش عارفين نزرعه، مش عارفين نزرع قمح جيد. الناس النهارده بدأت تتجه للبنجر عشان تعوض مصاريفها وتعوض حياتها. فانا النهارده دخلنا في مشكلة امن غذائي قومي، ان انا مش لاقي القمح، مش عارف ازرع قمح. الرز اللي متكدس عندي النهارده ده مش عارف ابيعه، التاجر بياخده يحتكره، بعد كده هيبيعوا في السوق السوداء هيعدي ال 2000 جنيه، هيعدي ال 2000 جنيه. طب المضرب مش عارف يوصل الراجل التاجر او الفلاح بياخد الرز بتاعه يروح يبيت قدام المضرب بالاسبوع عشان ياخد الرز ده، بيروح يبيت قدامه اسبوع وعايز يدفع رشاوى ويدفع فلوس ويدفع حكايات عشان يورد الرز بتاعه. طب ليه ما يبقاش قرار مدروس ويرجع دور الجمعيه التعاونيه زي زمان؟ الجمعيه التعاونيه ترجع هي اللي تشتري المحصول. يعني الحل عندك انه ممكن التسويق بتاع الجمعيه التسويق، ان اعاده دور الجمعيه التعاونيه الزراعيه تاني، ان الجمعيه الزراعيه ترجع لدورها الطبيعي تاني وتاخد الرز من الفلاح وهي اللي تحاسب الفلاح، مش انا اسيب الدنيا سوق حر. السوق الحر ده اجى بخراب على الزراعه وخراب على الفلاح. فلا بد من دراسه اللي هي تسويق المحاصيل الزراعيه للفلاح. اسوق رز، يبقى في دراسه مدروسه لتسويق المحاصيل الزراعيه، رز وقطن قمح، المحاصيل اللي احنا بنزرعها النهارده ومش عارفين نبيعها دي. مش حضرتك؟ ايوه.